طيب قبل ما اخد مكالمه ثانيه خليني اقرا جواب اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب خلاص قبل يبقى اجله دقيقتين كمان او 5 دقائق كمان، لكن خلينا ناخد بقى مكالمه هامه جدا جدا برضو. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا كابتن عبد الرحمن، مساء الخير لكل الساده مشاهدينك الجمال. اشكر حضرتك. طبعا انا طبعا سعيد ان حضرتك معايا على التليفون. عارف كان لحضرتك راي برضو واضح على الخطاب الاخير اللي جه من اللجنه الاولمبيه الدوليه لسياده الوزير العمري فاروق، طبعا وزير الرياضه. بعتقد انه خطاب يعني ثري جدا وفيه نقاط هامه جدا يعني. والله يا كابتن عبد الرحمن، طبعا احنا الكلام ده او هذا الخطاب جاء تاكيدا لموقف اللجنه الاولمبيه المصريه وبعض الانديه من ضمنها النادي الاهلي، ان اللوائح اللي بتتعمل ضد الميثاق الاولمبي دي كلها لوائح تعتبر باطله من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهي المظله الرياضيه الاساسيه، وزي ما بيقولوا هو القانون او الشريعه التي تحكم الرياضه على مستوى البطوله في العالم كله. واحنا دايما بالنادي كنا بهذا الكلام، قلنا ما ينفعش ان كل وزير او كل رئيس مجلس قومي للرياضه يجي يعمل لائحه على مزاجه، في حين ان احنا عندنا المشكله الاساسيه قانون معيب بقاله النهارده اكثر من 38 سنه، قانون اشتراكي لا يسمح بتطوير الرياضه المصريه. وكنا دايما بنرى ان لابد من تفعيل دور الجمعيات العموميه في وضع لوائحها وكل ما يخص هيئاتها على اساس انها هيئات مستقله، وهي دي الهيئات اللي بتشارك في المحافل الدوليه. وبما اننا بنشارك في المحافل الدوليه لابد ان احنا نتبع قانون الدولي، وزي ما قال الجواب بيقول ان اللجنه الاولمبيه الدوليه بتقول يا جماعه هو دي قانوننا وهو ده شرعيتنا، اللي عايز يشارك معانا لابد ان هو يعني يبقى ياكد ان الميثاق الاولمبي هو اساس التشريع بتاعه في اي لوائح. اللي مش عايز يشارك خلاص خليه داخليا، لكن يطلع بره المنظومه بتاعه اللجنه الاولمبيه الدوليه. واحنا سبق وزي ما قلت يا كابتن عبد الرحمن، أيوة. يعني حذرنا من هذا اكتر من مره. اتهمتم كمان ان انتم عايزين مصلحه، يعني اتهمتم ان انتم ضد اللائحه عشان تبقوا موجودين كمجلس اداره، لكن النهارده اللجنه الاولمبيه الدوليه حضرتك من قبل اللائحه من ايام الدكتور عبد الاحد جمال الدين ومن ايام الدكتور عبد المنعم عماره كان دايما النادي الاهلي له موقف ان لابد من تغيير القانون عشان يواكب العصر ويسمح بتطوير الرياضه في مصر. وللاسف احنا الناس كلها اختزلت الموضوع في 8 سنين، والاعلام كله راح في موضوع ال8 سنين، وده كلام عاري تماما من الصحه. هو انت النهارده يعني مع كل احتراماتي للناس في 8 سنين، هو انت النهارده يعني زي ما تقول مغسل وضامن جنه؟ هل انت النهارده ما بتقول حتى هترشح نفسك في انتخابات سواء الف س او صاد، هل هو ضامن ان هو ينجح؟ والناس كلها عارفه ان الجمعيات العموميه بتاعت الانديه هي فعلا جمعيات عموميه محترمه، وانزه انتخابات هي انتخابات الانديه. النهارده النادي الاهلي عنده فوق ال 180 الف عضو من حقه الانتخاب، اما بيجي لك 25 الف عضو بينتخبوا او 26 الف عضو، هل انت النهارده تقدر تتحكم فيهم؟ فما فيش شك ان ده كله كلام زي ما تقول ايه، يعني الحقيقه عاري تماما من الصحه. وكنت اتمنى ان العمري فاروق يعني يطبق قناعاته اللي هو كان اتعلمها جوه النادي الاهلي ومبادئه اللي هو اتعلمها جوه النادي الاهلي، وهو اللي من خلالها اختير ان هو يبقى وزير، من خلال قانون رياضه كان هو عمله من خلال لجنه في النادي الاهلي. كنتوا ماشيين في نفس الاتجاه ده مع بعض يا باشمهندس، يعني كنتوا ماشيين في نفس الاتجاه ده وهو موجود في مجلس الاداره، وكنتوا برضو اعتقد ده كان نفس الاتجاه وقتها، يعني مجلس الاداره بالكامل كان ده موقفكم جميعا كاعضاء مجلس الاداره. دي رؤيه مجلس الاداره بالكامل، وده كان يعني بالنادي فيه، وقلت لك اكثر من النهارده يمكن 20 سنه من النادي الاهلي بينادي بتغيير القانون وعدم وضع لوائح على قانون معيب، وان لابد ان تحرر الرياضه المصريه من القيود الحكوميه اسوه بالعالم المتحضر واسوه بالميثاق الاولمبي اللي هو لازم يكون الشرعيه بتاعتنا كلها والمظله اللي احنا بنبقى تحتيها طبقا طالما ان احنا بنشارك في محافل دوليه مع اتحادات دوليه سواء في كوره او هاندبول او فولي او وات، فلازم ان احنا يعني نطبق هذه المواثيق المفروض طبقا للميثاق الاولمبي يعني واللجنه الاولمبيه الدوليه.
هل الوقت حضرتك يسمح ان انا بس اقرا جزئيتين وحضرتك معايا عشان عايز تعليق برضه عليهم كويس، عشان انا قدامي طبعا الجواب بالكامل، وهختصر يعني هتكلم في النقط المهمه كويس انك انت على فكره الانجليزي بتاعك كويس فانت فاهم، لكن انا كل كنت خوفي ان الانجليزي اتس فيري هاي ليفل انجلش ممكن الناس ما تبقاش فاهمها، فانا مبسوط انك انت يعني انت اللي بتقرا الجواب الحقيقه. لا وانا حتى ترجمت، يعني انا داخل بترجمه جاهزه. انا الحقيقه سمعت مداخلات من الزميل السابق العمري ان هو بيقول ان ما فيش الغاء الانتخابات والغاء اللوائح او تاجيل الكلام ده والكلام ده كله، فالحقيقه اذا الترجمه ما كانتش مظبوطه بالنسبه له يعني. لا انا حتى يعني انا في جزئيه مهمه جدا ان هو الطلبات اللي طلبها الجواب منه، انه مثلا رقم 1 تعديل قانون الرياضه دلوقتي واي لوائح وقوانين داخليه، وكمان الكلام ده يبقى خلال 6 شهور مثلا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي مطلوبه برضو ان المنظمات الرياضيه كلها يبقى عندها، ده قدامنا صوره الجواب بالمناسبه على الشاشه، ان المنظمات الرياضيه كلها يبقى عندها اختصاص كامل لوضع اللوائح الخاصه بها. يعني ده في اطار العمل الوطني وقواعد الحركه الاولمبيه، يبقى عندهم يعني يبقوا بيلعبوا جوه القواعد الحركه الاولمبيه، ويحط كل واحد يعني اللائحه الخاصه بيه اللي متناسبه معاه. الحاجه بقى المهمه برضو يا باشمهندس، انه مكتوب انه مع كل دوت لازم عدم اتخاذ اي اجراء في الوقت الراهن، وعدم اجراء اي انتخابات على اي مستوى من مستويات الحركه الاولمبيه استنادا الى احكام القانون الحالي. يعني ده معناه برضو يا باشمهندس حسب ما انا فاهم انه انتخابات النادي الاهلي ممكن انها تؤجل. بص يا كابتن عبد الرحمن، برضو انت يمكن قلت كذا حاجه، ويمكن انا قلتها في اكتر من مكان سواء في التلفزيون او في صحافه، ان يا جماعه الهيئات مش شرط ان كل هيئه او الهيئات كلها تبقى ليها لوائح بتنظمها واحده. يعني ناس تقول لك لا اصل انت بتتكلم على الشركات، لا انا بتكلم مش على الشركات. النهارده لو شفت البايلوز او الستيتس او لائحه النظام الاساسي بتاع نادي برشلونه، وهو هيئه زيه زينا بالظبط بجمعيه عموميه وليست شركه وليست اسهم ولا كلام من ده خالص، مختلفه تماما عن ريال مدريد. يعني الهيئات لابد ان تحكم من خلال لوائح الهيئه نفسها، جمعيتها العموميه هي اللي بتحطها. يعني فالناس مش قادره تستوعب ان مش شرط ان كل الانديه، خاصه ان في نادي زي الاهلي ما ينفعش يقارن بنادي، مع كل احتراماتي لكل الانديه مثلا سيرس الليان، ما ينفعش النهارده ان يبقى النادي الاهلي بحجمه وجمعيته العموميه اللي فيها اكثر من 180,000 واحد يقارن بنادي فيه 3000 واحد او 2000 واحد او 500 واحد. فلا بد ان الناس تستوعب ان الجمعيات العموميه هي المفروض تضع النظام الاساسي بتاع الهيئه بتاعتها وتبقى هيئه مستقله. مش معنى كده ان كل واحد يعمل اللي على مزاجه، لا، في اشراف مالي من الدوله، والدوله لازم تدعم. يعني هو يقول لك اصل الدوله بتدفع فلوس، انا قلت لهم قبل كده اللجنه الاولمبيه الايطاليه اللي هي بتدير شؤون الرياضه في ايطاليا كلها بتاخد دعم من الحكومه سنويا 446 مليون يورو. مش معنى كده ان الحكومه تيجي، وفي وزير الرياضه بالمناسبه، وزيره الرياضه هناك هي وزيره الرياضه والتكافل الاجتماعي. ما فيش النهارده في الدول المتحضره وزاره للرياضه فقط لا غير انها تبقى مسؤوله عن قطاع بطوله. وزاره الرياضه بتبقى دايما حقيبه مع حقيبه. يعني مثلا في انجلترا التعليم والرياضه، في ثقافه ورياضه، في سياحه ورياضه. ليه؟ لان الرياضه المفروض بتطبق، يعني وزاره الرياضه دي حقيبه سياسيه بتطبق سياسه الدوله في البنيه الاساسيه، في الرياضه للجميع، في تفعيل دور الممارسه للناس كتير عشان يخدم على قطاع البطوله. لكن ما ينفعش النهارده رئيس وزير الرياضه يبقى هو رئيس اتحاد الكوره او هو اللي بيدير اتحاد الكوره، ما ينفعش. ويقول لك الجمهور يخش والجمهور ما يخشش، دي مش بتاعته، هو بيخش في منزلقات مش بتاعته. فطبعا ما فيش شك ان احنا محتاجين توعيه. للاسف الناس اللي مسؤوله ما عندهاش الخبره الدوليه الكافيه، وكنت اتمنى ان الوزير يجيب الناس الدوليين المحترمين امثال الدكتور حسن مصطفى، هاني ابو ريده، رانيا علواني، اللي هو منير ثابت، مستشار خالد زين، الناس اللي ليها مناصب دوليه تيجي تقعد معاه وتفهمه. في جزئيه الدعم المالي، في جزئيه الدعم المالي يا باشمهندس برضه، معلش عشان انا عارف حضرتك هتخش على حاجه ثانيه، انا عايز برضه يعني من ضمن الحاجات اللي جت في الجواب مكتوب ان هو we also understand that the government authorities provide significant financial support. احنا عارفين انه انتوا بتدعموا ماديا المؤسسات دي،
لكن برضه في نفس الوقت بيقول however this must not be used by government authorities to justify any interference in the internal operations. ده مش معناه انتوا تتدخلوا، ده جاي في الجواب اللي جاي من اللجنه الاولمبيه الدوليه. دي نقطه انا قريته بالتفصيل. المشكله يا عبد الرحمن للاسف احنا زي كده اول ما جه قبل كده الوزير واول قرار خده راح مغير اتحاد الكوره وجاب لجنه، وبعدين في الاخر لقى نفسه ان هو داخل في حاره سد، فرجع في كلامه. ليه؟ لان ما استشارش، ومن استشار لم يخيب. يعني الاستشار ده ويستشير الناس اللي هي على المستوى الدولي، مع كل احترامي للناس اللي موجوده. احنا مصر، الرياضه في مصر محتاجه انها تنهض. احنا السعوديه سبقتنا ب20 سنه، الامارات سبقتنا ب15-20 سنه. للاسف يعني محتاجين ان احنا ننهض بالرياضه، لكن طول ما احنا مقفلين على نفسنا وبالنظام البيروقراطي بتاعنا ونظام القانون بتاعنا العقيم ده، عمرنا ما هنتقدم وعمرنا ما هننهض بالرياضه بتاعتنا للاسف في ظل الوضع الحالي. طيب يعني في انتخابات كده ولا ما فيش؟ لا انا يعني ما عارفيني من ان انا اتكلم في حاجه زي في مجلس اداره ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 1. احنا جالنا برضه، يمكن انت ما تعرفش، احنا جالنا جواب من اللجنه الاولمبيه المصريه. لا انا عارف طبعا بتاجيل الانتخابات. دي برضه الجواب ده طبعا هيدرس تمام وهنشوف الامور، لكن احنا ماشيين في يعني كل حاجه ماشيه في سكتها، يعني انتخابات ماشيه في سكتها. لكن احنا زي ما قلنا احنا لاخر يوم هنجتهد بقدر الامكان ان احنا نجيب حق جمعياتنا العموميه المحترمه اللي هي ادتنا ثقتها في وجودنا في هذا الصرح العظيم، وهو اللي كلنا بنشرف ان احنا بننتمي ليه، وهو مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشكرك يا باشمهندس، لان حضرتك يعني اعتقد كملت لي المثلث، كان معاك الجواب وكنت محتاج برضو ان حد زي حضرتك يبقى موضح الامور، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.